هلا يا جماعه، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. انا النهارده جايه اقول لكم ازاي حققت معظم الحاجات اللي في الفيجن بورد او لوحه الاهداف بتاعه 2025. انا اصلا يا جماعه دي كانت اول تجربه ليا اساسا في الفيجن بورد او الكلام ده، بس من كتر ما هي تحفه انا قلت لازم اشارككم بحاجه زي دي. فعندكم عامه اول ازاي بتتعمل. تمام، اول حاجه يا اما هتطبعوها، يعني هتحطوا الصور اللي انتوا عايزينها من بنترست عادي جدا وتطبعوها وتحطوها في ورق. دي اكتر طريقة انا بفضلها وعاملاها عامة. في بقى طريقة تانية، يعني هي من اسمها لوحة اهداف. ممكن تجيبوا لوحة او كرتونة وتطبعوا الورق وتلزقوها بجلو، يعني عادي سهلة جدا. تالت حاجة بقى، يا اما بتعملوها عادي على التليفون او اللاب وتحطوها زي ويل بيبر. بس تبقى دي يعني احسن 3 طرق بنستعملها كلنا. عن نفسي انا بحب اول طريقه وجربتها كانت جميله، يعني انت بتشوفيها كل ما انت رايحه وجايه ومش واخده مكان كبير يعني. طيب يا جماعه، واحده واحده كده، ايه هي اصلا لوحه الاهداف او الفيجن بورد؟ هي من اسمها ان دي اهدافك اللي عايزه تحققيها خلال السنه بتاعه 2026 الجايه ان شاء الله. انا مثلا كحنان لما جيت اعملها حطيت اهداف انا عايزه اعملها. هل كلها حققتها؟ اكيد لا. هي ما فيش مانع انك كلها تحققيها، بس انا كحنان في حاجات مثلا كنت احطها انا حسيت ان اللي هو خلال السنه لا مش لازم، فاهمين اللي هو يعني مش لازم، خلاص مش عايزاها. فمش كل حاجه انت هتحطيها لازم تحققيها، لا، انت تحطي على قد اللي انت تقدري تعمليه. مثلا عايزه تجيبي درجات عاليه، انت تقدري تعملي الحاجات دي. مش لازم مثلا تحطي هدف عشان صاحبتك حطاه او عايزه تعمله فانت عايزه تقلديه. لا، حطوا او حطي الهدف اللي انت عايزاه، الهدف اللي انت حابه تعمليه، مش تقليد او كده، لان في الاخر انت مش هتعمليه، فاهماني؟ بس ولو عايزين طبعا فيديو اعمل لكم برضو اللي حققته من الفيجن بورد بتاعتي وازاي صممتها اصلا، بعمل لكم فيديو ان شاء الله. طيب يا جماعه، دلوقتي انا هقول لكم على شويه تريكس انا عملتها عشان الفيجن بورد تتحقق. بصوا، انتوا اول ما تعملوا الفيجن بورد بتاعتكم انتوا هتطبعوها عادي، تحطوها في مكان باين. يعني يا جماعه ما تحطوهاش مثلا جوه الدولاب، ايه ده؟ معلش. تحطوها مثلا تعلقوها، يا تحطوها على الكومودينو، اللي هو وانتوا رايحين وانتوا جايين تشوفوها، فتبقوا شايفين اهدافكم فتبقوا عايزين تحققوها. فدي بتبقى حاجه جميله جدا. مثلا انتوا عايزين تحققوا، حاطين هدف درجات عاليه، عايزين تحققوا درجات عاليه. انا لما اجي امشي اشوف اللوحه قدامي او الفيجن بورد قدامي هبقى حابه ان انا احقق درجات عاليه. لما شفت الهدف اللي انا كنت عايزاه ده هروح اذاكر طبيعي جدا. او مثلا عايزه تجيبي تليفون، انت عايزه تجيبي تليفون، حوشي، فاهمين؟ فدي حاجه تحفه. ولو الهدف بتاعكم انتوا عايزينه جدا وما تحققش فده خير عادي جدا، ما فيهاش حاجه يعني. لو اتحقق فده تمام، خير برضو. ما تزعلوش لو في هدف مثلا ما تحققش، لا ده طبيعي جدا وعادي. وعامة فكركم هيتغير. في اهداف هتبقوا حابين تحطوها، مثلا ان يكن بقى جزمة مثلا، لبس معين، او ميك اب معين، براند معين. اي هدف انتوا عايزينه حطيتوه وما تحققش عادي، مش شرط يتحقق. فكركم بيتغير خلال السنة، ومش كل حاجة يعني بتبقى فيها خير، عادي جدا. لازم تبقوا عارفين ان الفيجن بورد بتبقى متكاملة من كل النواحي. يعني انتي تحطي الجانب الرياضي، الجانب الديني، الدراسي، لو عايز تشتغلي تحطي برضو جانب الشغل كده، فاهمين؟ اللي هو تحطوا كل حاجة قدام عينيكوا كده، اهدافكم كلها في السنة الجديدة. واللي ما بيبقاش حابب يعمل مثلا فيجن بورد للسنة كلها، ممكن تعملوا مثلا فيجن بورد شهرين، بعديها في شهرين يخلصوا، شهرين الجايين، عشان برضو ممكن فكركم كل شهرين او كل مثلا مدة بيتغير عن المدة اللي فاتت. فدي حاجة برضو حلوة. يعني في ناس ما بتحبش تعمل فيجن بورد للسنة كاملة، في بتحب تعمل مثلا بالشهر، شهرين، 3، 4، فعلى حسب انتوا بتحبوا ايه. بس عامة النصايح دي شاملة كله. برضو من ضمن التريكس دي، اهم حاجة يا جماعة، دي اهم حاجة بجد، هي ان محدش يشوف الفيجن بورد بتاعتكم. يعني انتوا ما حدش يشوف، ولا قريب ولا غريب ولا اي حد. يعني اللي انا كنت اقصده اللي هو ما حدش بيتفرج على الفيجن بورد بتاعتكم او يشوفها حتى. بتبقى اوحش برضو لو حد شافها من ناس غريبة او صحابكم. يعني انتوا دي اهدافكم، فانتوا مش لازم كل الناس تشوفها، انتوا كده بتحرقوا هدفكم، فمش هتتحقق، مش هتتحقق كده خلاص. فانا عن نفسي لما عملتها ما بحكيش عنها غير في اخر السنة. هي طبيعي اهداف انا عايزة احققها في اخر السنة، واشوف ايه اللي حققته ايه اللي محققتهوش.
باجي اتكلم بقى في اخر السنه ايه اللي انا عملته، ايه اللي ما عملتوش، إيه اللي اتحقق وايه اللي لا. فاهماني؟ اللي هو ما بقاش حابه الناس تشوفها في نص السنه او في اول السنه او في ايا يكن، لا اللي هو خبوها شويه، مش اي حد يشوفها، بس عشان الاهداف تتحقق. لازم يا جماعه الهدف اللي انتوا حاطينه يبقى عندكم حماس ليه ان انتوا تحققوه بجد، وشغف كده اللي هو بجد انتوا عايزين تحققوه. وطبعا يبقى عندكم يقين بالله ان لو خير هيتحقق، لو مش خير مش هيتحقق. فبس ده كان فيديو النهارده، لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واستنوا الفيديو الجديد اللي هوريكم ايه اللي حققته وايه اللي محققتوش، وازاي عملت اساسا الفيجن بورد، وتصميم ايه وايه التطبيق اللي بستخدمه. بس باي باي.